مشاهدينا، مجالس الشعراء هي أحد المنابر الثقافية المهمة التي تعكس أجواء الحراك الثقافي المجتمعي بكافة أشكاله وتطوراته، فالشاعر دوم مشغول بهموم مجتمعه ومعبر عن آمالهم وطموحاتهم، سواء من خلال القصائد الإبداعية والتي تحمل عصارة فكر وتجارب، أو من خلال الأنشطة الثقافية التي يشارك فيها الارتقاء بذائقة أبناء الوطن وحثهم على الانتقال نحو الأفضل. والحديث أكثر عن هذا الموضوع خلونا نرحب بضيفنا في الاستديو الشاعر خالد النبهان. مرحبا بك أستاذ خالد، نورت البرنامج. الله يطول عمرك، النور نورك وبالعكس الشرف لنا. واجب علينا نحن بعد. الله يعطيك العافية. في البداية خلينا نتكلم عن الشعر والقصيد وارتباطه بالعرب. والله هو لا شك أساس كل رسالة، يعني مثل بعض السوالف وبعض التواريخ اللي نسمع حاليا بالمجالس، مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجيك أمر معين ترجعين لصحيح البخاري، الحديث هذا نعم. يثبت لك الفعل يعني أو النهي المعين أو الفعل المعين. نعم. القصائد عند العرب كذلك، إذا وردت علينا طبت علينا سالفة معينة، نعم. شلون نتأكد أن السالفة هذه صحيحة أو أن السالفة هذه لفلان أو دارت في الحقبة الفلانية؟ صحيح. من القصائد. أكيد. يعني حتى بعض الشعراء أو بعض الرواة اختلفوا على بعض القصائد إن قالت يعني مثلا هذه للشاعر الفلاني أو هذه للشاعر، مع أنه نفس الوزن ونفس القافية. صحيح. فشلون ميزوا عليهن؟ قالوا هذه القصيدة الكلمات اللي مستعملة بالقصيدة ما هي بالحقبة اللي عاش فيها مثلا الشاعر الفلاني. جميل. مثلا الغيهبان المري والغير، يعني مثل ذلك عرفوا أن مثل التواريخ وعرفوا أن الحقبة الفلانية هذه للشاعر الفلاني أو للشاعر من القصائد، فهي أساس الدواوين. حتى مجالسنا احنا اساس القصائد. اكيد اكيد، ومو تخلى طبعا دواويننا او مجالسنا من ما يحتاج القصائد. هي الاساس، هي الكل بالكل. اكيد. بالله. طبعا مع وجودك اليوم معانا وبدايه الافتتاحيه احنا نقولها نبى نسمع معك قصيده. والله تامرين. بس ما ادري في الجاليري قالوا لي ان في قصيده حقك مجاراة للفنان ميحد حمد. ايه يبوني ابديها معاك ابد تامرين امر. هذه القصيده تقول، طبعا هي اغنيه ميحد حمد من كلمات مانع سعيد عتيبه ورد عليه الشيخ زايد. اي. اللي هو يقول كم عانيت ويت متوله مقصديه زين رؤياكم. انا سمعت القصيده هذاك الوقت طبعا من ايام النوكيا، ما كنا نسمعها الا مقطع رنه. نعم. فلما ركزت على القصيده وسمعت كلماتها مره القصيده تستاهل انها تاخذ حقها. فقلت أنا كم عانيت ويت متوله مقصدية زين رؤياكم، قلت يوم ميحد شل هالشلة شلني في طيب ذكراكم. الله. حرك فؤادي من محله ليتي أنا الحب لياكم، حدني على الضيق والعلة زودكم في هجر مضناكم، أشهد أني عكس الملة ما قويت اليوم فرقاكم، سرح الأفكار متوله واكتب أبياتي وتعناكم، سيف هجري كنت باسله مر قلبي عاش وياكم، يبني الأحلام في حله والغلا والشوق ولاكم، مهجروني الربع والشلة عندهم والبال وياكم، وين ذاك اليوم لي كله من صباح الخير لمساكم، وانت واعد في طرف ظله لين حان الليل مسراكم، ليتلي في شوفكم طله تنعش الخفاق رؤياكم، هذه الأقدار عند الله قسم الأرزاق حياكم، حد الله في حضن خله ودم عيني هل ينعاكم. الله صح روحك صح روحك. الله يطول ما شاء الله عليك. إذا تكلمنا عن مشاركاتك الشعرية. والله المشاركة اللهم لك الحمد، إن كانت على مستوى الإمارات أو خارج الإمارات، يعني كانت اليوم أمسيات بقطر وبالمملكة العربية السعودية وفي عمان. نعم. والكويت، لكن ما صارت سبحان الله. أما بخصوص هذه الأمسيات، أما والبرامج اللهم لك الحمد تقريبا خلينا نتكلم عنهن زين. إيه. ولا خايف من الحسد يعني؟ لا ما خايف من الحسد. اللهم لك. عندكم عيضة بن مسعود وابو ناصر هو اللي مطلعنا في التلفزيون الفجيره، اي بالله اللي هو برنامج نساكم شعر اللي كان اسبوعي. وفي السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا هي اصلا حاليا المتنفس لنا السوشيال ميديا. نعم. يعني حاليا اقوى قناه لو تشوف المتابعات تقريبا عن 5000 طلع عن 10000. صحيح. حنا بمقطع واحد خلال 24 ساعه يوصل عن 5 قنوات او 6 قنوات. صحيح. بالسوشيال ميديا، يعني نفعتنا حيل. يعني ترحب، لان في بعض الشعراء ما يرحبون في السوشيال ميديا ومش هواتهم، لكن فعلا انت مثل ما تقول لنا انت الحين بس تنزل مقطع بسيط بعد شوي بعد دقائق احنا نقول. والله اعتقد اللي ما يرحب بهالفكره هو يمكن من الجيل القديم ومن الشياب، لان حاليا السوشيال ميديا لو تلاحظين يعني كانوا لها سلبيات لها ايجابيات. لها سلبيات لها ايجابيات. نعم. لكن الرجل اذا كان شاعر يعني مثل ما تقولين باخلاق او بمرح انت تقدم رساله. صحيح. الشعر هو رساله، يعني ما يحتاج تروح تلمق او تغير حاجه، يعني ما هو مثل اللي يدخل يعني مواقع التواصل الاجتماعي لجل نكته او لجل طريفه او لجل امر. انت مقدم رساله ساميه، يا اما تكون قدها وقد اسمك اللي انت شايله. أكيد. او تتجنب الامر هذا كله من الاساس. اكيد. اذا رجعنا استاذ خالد لمجالس الشعراء سابقا،
هل تراها مثل ما يعني الحين إذا ردينا للوقت لا هذا والله الحالي؟ مستحيل. أنا هذه يعني حيل فقدناها بالوقت الحالي. يعني حاليا في الإمارات الشمالية عندنا يمكن مجلسين وثلاث مجالس. نعم. وما هي دائمة. يعني لأنه تخبرين الناس الحين حتى لو الشاعر نفسه لو يبي يتفرغ للشعر تطلع له كذا الشغلة، إن كان متزوج عنده عائلة ولا عنده عمل ولا ظروف، يعني نقول حياتية ككل. ظروف الحياة كثيرة يعني ما هي. يعني قبل كانت هي الأساس، يعني في موقف معروف لأبو العتاهية ودعبل الشاعر دعبل وأبو نواس كانوا يأخذون 3 أيام في المجلس الشعري 3 أيام سكر عليهم الباب مع الشعراء، ويطلعون بعد ما طلعوا يعني مثلا لو هو عمل يقول أنا باخذ برايك. صحيح. طلعوا 3 وبنفس الوقت وهم عند الباب قالوا عند منو نسهر الليلة أو نمرح الليلة عند منو؟ قالوا أنا بنتحدى منو اللي يذكر لنا أطيب قصيدة غزلية. الله. اللي يعني مثل ما تقول إن تطلع قصيدة طيبة حنا نروح نمرح عند الليلة. فمرت عليهم جارية، هذه من ضمن الطرائف نعم. الغزلية، مرت عليهم جارية قالوا نتوصف بهذه. كان طبعا سالفتها معروفة ما نبي نطول على البرنامج. كانت لابسة لبس 3 ألوان أحمر بأبيض بأسود. نعم. فقصد أبو العتاهي وجاء دعبل اللي قصيته تقول تبدى في السواد فقلت بدرا تجلى في الظلام على العباد فقلت تبارك من كسى خديك وردا على الأيام دام بلا نفادي فشعرك مدري شلون وثوبك ومثل حظي سواد في سواد في سوادي. فهو قصيته اللي أخذت. فهذه المجالس الشعرية كانت أساس يعني قبل. أكيد. الأساس. أما حاليا يعني العالم كل واحد يطرد ورا مشاغله. أنا حاليا عندي مجلس وللشعر وللشواب بشكل عام وهذا، لكن بنفس الوقت والله ما يمدينا. بس أثر على الشباب. يعني المجلس له أثر إيجابي. يعني حاليا أنا رجل ترى مو مثقف، ما كنت مثقف لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتابة. تعلمت ومدرس وأخذت حياتي كلها والقصيد والمفردات كلها من المجالس. جميل. من مجلس أبوي ومجلس عمي. جميل. عرفت شلون؟ ومجالس ربعنا اللي حولنا. جميل. فهذا اللي تعلمنا وهذا الصح وهذا الغلط. هي المدرسة الأساس يتعلم الرجل بالمجلس وبعدين المدارس هذه حاجة. أكيد. يعني الأساس المجلس. أكيد. أما حاليا أثر إيجابي حيل على الشباب. نعم. هي ما يحتاج. نسمع قصيدة عاد من اختيارك. من اختياري. هذه والله أنا اليوم لما عرضت على الجماعة اللي هم بسناب قالوا طلبوا 3 قصايد. طبعا اللي طلبتي انت راحت. الثانية تقول عشان كذي يمكن هم سامعين عشان كذي قالوا لي سهام اطلبي هالقصيدة. الظاهر. يقول أعوذ بالله من الشيطان. يقول يا ما وراء بعض السواهي دواهي وهذه لمحت ساهية ورحت فيها. نعم. جيتها بكل إحساس وقفيت فاهية قفيت أشتمها ولا عن ذويها من زينها المفرط حمدتك إلهي عن نعمة اللي أذكرك من أجيها أوصاف هزت لي شموخ انتباهي تقول أبوى نقوة من تقيها ما كانه إلا جاه شمر وجاهل يحضرت غطت على سابقيها. أول عجائب كوننا بالتراهي وابعد عجائب كوننا الكاسبيها هذه الوحيدة الحقها بالتباهي ما فيه ذرة بجسمها الناقديها أم الجمال المنوصف شيء راهي ومدلع ما تسمع إلا خذيها أطلق من الدنهل مع بريج شاهي الكيف مدمن خرمته ما يعصيها يا ليت وجه الحظ دايم تجاهي عفوا يا ليت وجه الحظ قايم تجاهي مو والله ذوق الضيم ويدي بديها كذبت له ضيح يوم قال تاهي يا ليت تبدون حبهتنيها القلب يبس والحق انه شفاهي من طاحت الشال على طارفيها صيحت بقلايبي دعيها كما هي ولا منعينا من الردى وعدليها أهديتها يا أهل القلوب والسواهي وردت علي صعب على طالبيها شفت العجاف الممحلات النواهي ديم وربيع من ضحكا وجنتيها أرخصت لبعيري وجملة شياهي بيعت هنوان عيوني عليها خلت أحاسيس الأبية ملاهي تلعب بهن دلوعة أمه وبيها يا ما كسرت الآمرين النواهي لكن هذه جيتها ورحت فيها. الله صح بوحك ما شاء الله عليك مبدع فعلا. الله يطول عمرك. الله يحفظك. خلينا نتكلم عن الساحة الشعرية في الوقت الحالي. شو رايك في الساحة الشعرية؟ ما شاء الله شعراء كثير. هذه لها إيجابية ولها سلبية. أول حاجة الإيجابية اللي أنا أراها أن كثرة الشعراء تميز الزين من الشين. جميل. للشاعر طبعا للمتذوق اللي متذوق الشعر فعلا أو الشاعر بحق. لأن طال عمرك أنت مثل ما تروحين للسوق عندك كثرة السلع منها الرخيص ومنها الغالي لكن اللي صاحب الذوق المعين يعرف الرخيص يعرف من الغالي.
وهذا نفس الحالة متنفس للشعراء المبتدئين. صحيح. يعني اللي ما له مثل ما تقولين واسطة انه يطلع بالتلفزيون، لا له جريدة او مجلة، ولا له مثل ما تقولين امسي يقدر يطلع في امسي. اللهم لك الحمد، الحين تلفوناتنا في كل مكان. صحيح. يعني مثل لقاء اليوم بالتلفون، انا والله ما وصلت للقناة، دقوا علي السلام عليك يكسرنا بلقاء معك. فهذا ينفع، الله يشرف مقدارك، ينفع الشعراء المبتدئين، يطلع اللي عنده. يعني حتى على دور العرب قبل جاء واحد للمتنبي قال له انا عندي قصيدة اطيب من قصيدك كله. قال أنت عندك قصيدة طيب من قصيدة؟ قال لي، قال جيبها. وهو مبتدئ ولا يعرف الشعر، لكن ما أخذته مثل ما تقول عزة بالنفس. صحيح. ويجي عند المتنبي وهو قال القصيدة، بعد ما قضى المتنبي قال احمد الله أنها اللي أخرج هالقصيدة من صدرك، لأنها لو بقيت في صدرك لذبحتك. يعني هذا تقل سم بصدر الشاعر. اي بالله. كذلك يعني بعض الشعراء المبتدئين يعني مخاشرين، يعني خلي العالم تقصد على كيف. طيب. اي بالله. اي بالله. الساحة الشعرية وجود الشاعرات فيها. والله وجود الشعارات هذه يعني مثل ما تقول السلاح ذو حدين. إذا سألت خالد أنا ما أشجع الأمر هذا، أو ما أشجع أني أكون مثل ما تقول بمسية ومعي شاعرة. نعم. عرفت شلون؟ ما هو تقليل بحجم الشاعرة أو بحجم الأخت هذه اللي هي تكون. لربما يكون في ارتجال، أنت تبى ترد بطريقة ثانية، يكون رجل غير معك. أنا رجل بأخذ حريتي مع رجال. عرفت نعم. شلون؟ وبعدين أنا أرى للمرأة لها يعني مثل ما تقولين بالشعر. وهذه يعني ورد كثير من الأسامي، لو تبي نعد لك بالأسامي الشاعر الفلاني، لكن بالوقت الحالي يعني مثل ما تقول الأسامي اللي ينشار لها بالبنان قلة. نعم. قليلة، ما هو مثل ما تقولين. الله يعطيك العافية شاعر خالد نبهان. طبعا احنا بنختم الحلقة بس بنختمها مع قصيدة. أكيد. الله يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا للختام، بس ختامنا بيكون مع إجازة سعيدة طبعا مع الشاعر خالد النبهان بقصيدة جميلة. تفضل. الله يطول عمرك. يقول سريت أنا بقلب وعودت مسروق، واللي سرق محشوم ما هو سروقي، ولا هو بحايف يسرق الشين برفوق، لكن بزينه وصاف كانه يبوقي. خشفا على خديده تقاسيم العروق، وانا حسين الدل نشف عروقي. صايم شريت اللي مقاضي من السوق، يا علماء من سوق ضيع خفوقي. قلت اقرب وخلي نسامر على روق، واعطيك ما كان صدر من طروقي. نلبد لنا في هالبلد بي الزملوق، اطلالنا بيكون نلبد ونوقي. اضمك بعيني من ايات مخلوق، وتذوق لب الحب وانا أذوقي. من لب حسنك من دنا الفك للموق، ومن زين هكا العنق لنا السحوقي. قال انتبه حذراك شاعر ومرموق، وتخيط من عذب الكلام الشقوقي. وخاف من حدشك لو انه على عوق، يسيل من فمك على احساس عوق. قال انت شاعر تربط الخشف بسبوق، واذا شبعت العين ترخص سبوقي. وانا دخيل الله صادق ومصدوق، وشلون شكك بيحب صدوقي. وسمني بشكه وانا كلي حروق، ما تشوف صدر القلب من الحروق. يا ابو شهد من راح باليني الشوق، ليته يحس ان جاو مرسول شوقي. غرب بي وكمل على السر بشروق، ضاقت بي ثيابي وفتق بنوقي. وضاقت بي الحدب على كل معلوق، وانا بلي ضايقات العلوق. اذا تبسم شفت لماع وبروق، وخش من على دورة شفاياه يوقي. الله على اللي حامل الزين من فوق، ومن تحت ذاك الفوق شيء يفوق. اوصافه الندر تخليك مصوق، وتوهك لو لك رخصه وتسوقي. يفداه ذاك اللي فدوا فيه كالروق، مع اني زميلي واحب كل روقي. ويفداه كالخد تزير بمسحوق، ويفداه كالخشف عليها دقوقي. غصه على غيد العرب ويغرنوق، وطلبت مناه الملك والسلوقي. الله يعظم واحد عارف الذوق، مع اني ادري ما يعظم خلوقي. سلامتك.